صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. النهاردة ان شاء الله جايه لكم فيديو جميل جدا وسهل وبسيط. هنعمل مع بعض اصابع الجلاش بالسوسيس والجبنة الموتزاريلا. اكلة خفيفة جدا. طبعا احنا في الصيف والجو حر جدا ومش عايزين نقف في المطبخ، فبحاول ان احنا نعمل حاجات سهلة وبسيطة. كل اللي انا عايزاه لفة جلاش، وهتبقى ان شاء الله مقادير سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت. يلا بينا نشوف الطريقة. يلا بينا. المكونات اللي احنا هنحتاجها: لفة من الجلاش، كاتشب، جبنة موتزاريلا، مستردة، وهحتاج كمان السوسيس. هنا بقى انا جبت الجلاش وهبتدي ان انا هدهنه باي مادة دهنية عندنا، زيت او سمنة المتوفر، وهضيف السوسيس، وهضيف عليه الجبنة الموتزاريلا، ومعلقة من الكاتشب، ومعلقة من المستردة. عايزة اقول لكم بيبقى ميكس جميل جدا، هيدي طعم حلو قوي. بعد كده هبتدي ان انا هلف لقدام زي ما انتوا شايفين كده، وطبعا هنقفل الجناب والناحية التانية برضو، بحيث ان مفيش حاجة تخرج من الجلاش مننا، حاجة تقع. دي فكرته حلوة جدا لو عندك اطفال. بصوا شكله جميل ازاي. يلا بينا نعمل واحدة كمان. هنا الجلاش هضيف عليه اي مادة دهنية، زيت او سمنة، الحاجة المتوفرة عندكم، وهضيف عليه السوسيس في النص، وعليه الجبنة الموتزاريلا، ومعلقة صغيرة من الكاتشب، ومعلقة صغيرة من المستردة. لو وقفتوا لحد هنا ما تنسوش تحطوا اللايك واكتبوا لي كومنت حلو، قولوا لي ايه رأيكم في وصفة النهاردة، كانت سهلة ولا لأ. وبعد كده هنبتدي ان هنلفها من الجناب. بجد سهلة جدا، شكلها كمان جميل قوي. بصوا هنا انا بعد ما خلصتهم ورصيتهم، وهندهنهم بأي مادة دهنية، زيت أو سمنة المتوفر عندكم، على درجة حرارة 180. ايه رأيكم فيها؟ جميلة جدا زي ما انتوا شايفين ان هو جميل جدا. ينفع غدا، ينفع عشاء، لو رايحين رحلة للمدارس. والحلو اللي فيه ان هو مخدش وقت، لاني احنا دلوقتي الجو حر جدا، عايزين نعمل حاجات تبقى سهلة وسريعة. وياريت كمان اكتبولي كومنت حلو كده وقولوا لي ايه رأيكم في الوصفة بتاعت النهاردة. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وياريت شيروه على صفحتكم علشان يشوفوا الأهل والأصدقاء. وألف هنا ليكم مقدما، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.